بسم الله. شيف عصام، انت حضرت مسابقات الصالون النهارده، ازاي شايف المسابقات لغايه دلوقتي ومستوى الشيفات المصريين عامل ايه النهارده؟ المسابقة حلوة جميلة طبعا، كل سنة عن سنة بتبقى أحلى من حيث التنظيم. طبعا احنا بنشكر مجهود الناس اللي في جمعية المصريين، بصراحة التيم بالكامل، وبنشكر الناس طبعا المتسابقين اللي حضرت. لا مستواهم أحسن والحمد لله احنا في تحسن يعني. والنهارده كانت المسابقة حلوة لأن كان في عندنا حاجتين، كان عندنا اللي هو الأسبك اللي هو الصالون، وعندنا اللي هو البوفيه طبعا اللي هو الإدب البوفيه، ودي كانت حاجة النهارده محلية الموضوع شوية. مسابقه جديده. مسابقة جديدة أول مرة، ويعني والناس لقيت هتاكلها برضو. ايوه، نقلل الاهدار. عشان الفود ويست، مظبوط صح. طب بالنسبه لمجال شغل حضرتك، انت دلوقتي ممكن تصف لينا اسلوب ادارتك وازاي بتقود فريق العمل عندك في المطبخ؟ طيب انا الاسلوب الاداره يعني الخاص بي انا مع التيم بتاعي، احنا بنتعامل مع بعض ان احنا كلنا تيم واحد، اسره واحده، فاميلي. احنا بنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد مع اهالينا. طبعا لازم يبقى في بينا احترام وفي بينا ود، والناس لازم بتحب بعض، وما يبقاش في بقى احزاب ولا الكلام ده، عشان يقدر يشتغلوا وينتجوا احسن حاجه. بيشتغلوا عشان هم بيحترموكي، مش عشان بيخافوا منك. دي مهمه جدا. الاداره لازم تكون بليد باي اكزامبل، يعني لازم هو انت بتبقى انت القدوه بتاعته اللي تنفذيه، هو بيشوفك فبياخد الكلام ده على نفسه ويبتدي هو ينفذه. بتحاولي دايما تتعامليه كبني ادم، مش ان هو موظف بس، بتبص على البني ادم اللي هو جواه، بتراعي حياته. لو في عنده حاجه شخصيه بتحاولي تقدري تساعديه فيها، حاجه ليها علاقه بالكارير مستقبله تقدري تساعديه في ان انت تديله تدريب معين، او ان احنا مثلا نعمله سبورت باي شكل من الاشكال اللي يخليه يطلع ويكبر ويبقى في يوم من الايام كده حد برضو كبير. ده بيخلي الناس كلها عندها الولاء للمكان، وفي نفس الوقت للشيف او الشخص اللي هم بيشتغلوا معاه، وده ناجح جدا يعني الحمد لله. طب بالنسبه لمحدوديه الاغذيه المستورده وتوافر الاغذيه المستورده، تمام. والقيود المفروضه على الواردات، هل أوكي. انت غيرت اصناف المنيو بتاعتك ولا استبدلت الاطعمه المستورده وحطيت مكانها اصناف محليه؟ انا في طبعا حاجات استخدمت فيها الحاجات اللي هي المحليه، بدايل معينه، لان طبعا عشان خاطر للسبب ان مفيش طبعا يعني عدم يعني وجود الخامات المستورده بشكل الفتره اللي فاتت دي بشكل كافي. فلازم احنا كشيفات لازم بندور على حلول، من ضمن الحلول ان احنا بندور على البديل المحلي، وبنقدر احنا نتعامل معاه بطرق طهي تخليه يعني يقرب لنفس الكواليتي اللي هي الحاجات المستورده، وفي نفس الوقت احنا بنحقق اللي هو الاستدامه. ودي حاجه مطلوبه جدا اليومين دول، ان الواحد يستخدم الحاجات اللي خاصه عنده في بلده من الارض بتاعته، عشان خاطر يحقق يعني اعلى كواليتي موجوده احسن من المستورد يعني. فغيرت المنيو طبعا بناء على ده، ولو الحاجات ما فيش مش هينفع اقول افيلبل. اسعار الاصناف في المنيو، هل غيرت في الميزانيه؟ شوفي، هو الكوست التكلفه طبعا بتبقى مرتبطه بالسعر، بس احنا يعني اهم حاجه بنعملها ان احنا بنحافظ على الجوده، ما بنقدرش ننزل بالكواليتي، لكن بنحافظ على السعر. طبعا البروفيت او الربح اتاثر الفتره اللي فاتت، لان برضو مش عارف ابيع. انا لو عليت ومشيت مع اللي بيحصل ده بنفس النسبه مش عارف، بس البرسنتج بتختلف. يعني بدل ما كان البروفيت مثلا برسنتج معين، لا قلت شويه. بالتالي ليه؟ لان غير كده هعلي السعر قوي فمش هعرف ابيع، فبتبقى عمليه بالانس بقى. الواحد لازم بيوزن، حاجه بتشيل حاجه والدنيا بتمشي. طب بالنسبه لفريق العمل عندك، ازاي بتقوم بتحفيزهم وايه الاستراتيجيات اللي بتستخدمها علشان تخلق بيئه عمل ايجابيه وتخليهم يقدموا افضل ما عندهم؟ بيبقى في جو اسره في التيم نشتغل بيه، بنحفزهم دايما. يلا نشترك في مسابقه، زي انا جايب تيم من الغردقه ويجي نشترك في مسابقه اللي في الادب البوفيه النهارده. ده عشان يجي التيم من الغردقه لغايه هنا ويشتغل، طبعا بيتعب ومجهود وكده كبير عشان يشيل ويحط ويشتغل، بس في نفس الوقت هو بيستفيد، بيشوف حاجه جديده، بيتعرف على زمايل ليه جديد هنا، بيتعلم من زمايله في الفنادق التانيه، وده مهم جدا. فهو التعب بيروح لما بيلقى نفسه ان هو شاف حاجه مختلفه فادته في الكارير بتاعه. دي رقم واحد. التدريب على طول، لو في اي تدريب بيتم بحاول ان احنا نبعت اكبر قدر من الناس فيه، عشان برضو الناس زي ما احنا كنا صغيرين ولينا حد دربنا ووقف معانا وساعدنا وخد بايدينا، فاحنا بنحاول برضو نعمل نفس الكلام ده مع الناس، بالذات اللي هم الشباب الصغيرين اللي هم لسه في بدايه حياتهم وعايزين
يطلعوا ويكبروا يعني. فبنساعدهم، هيحبونا، طيب. بنساعدهم فبيحبونا، بنحافظ عليهم يعني. تفيد الجميع الأطراف بالظبط يعني. بالظبط كده، فبيعتبرك قدوه خلاص. وانس ان هو خدك قدوه ليه، حاسس ان انت عامليه هينزل بقى كبني أكتر ادم معاه. بالظبط كده، بتساعديه. فخلاص ايه اللي هيخليه زعلان؟ بتعملي له ورك انفايرمنت مثاليه، يعني بيئه عمل مثاليه بتخليه يقعد يستقر يعني. طيب لما زبون يجي عندك وبيديك بقى تعليقات، سواء التعليقات دي ايجابيه او سلبيه، او وجه نقد لصنف معين من الاصناف، انت بتتعامل ازاي معاه؟ وهل بتحاول تصلح ده بعدين او تتلافى ده بعدين؟ اكيد طبعا. هو الفيدباك او الكومنتس اللي احنا بناخده من الزبون، ده احنا بناخده بنبني عليه اللي هو الكوركشن اكشن بلان على طول، وبنقدر ان احنا نوجد حلول ان احنا نرضي يعني جميع الاذواق على قد ما نقدر، لان انت عارف طبعا الاكل اذواق مختلفه. ايوه. بس احترافيه الشيف والفلكسبيليتي، المرونه بتاعته في التعامل او في اخذ الكومبلين بالشكل الايجابي، بيخليه دايما ينجح، وبيحاول ان هو يقلل الكومبلين لاقصى درجه. فده بيخليه طبعا يكمل وينجح ويحقق الجولز اللي هي خاصه بالجيست ساتسفاكشن، او رضاء النزلاء في المكان اللي بيشتغل فيه. ودي جولز مهمه جدا من ضمن باقي الاهداف اللي مطلوبه منه في المكان اللي بيشتغل فيه. طيب اخيرا يا شيف، ايه هي النصيحه اللي توجهها لاي شيف شاب في مقتبل حياته العمليه؟ اقول له اهدى شويه، ما تستعجلش، لسه الدنيا قدامك يعني، العمر ربنا يديك العمر لسه طويل، ما تستعجلش، ركز، اجتهد، اتعب، ذاكر، ما تعتمدش على الشكل وبس في الحاجات اللي هي من الانترنت. يعني انا ملحوظه في الكومبيتيشن مسابقات، الشباب بيروحوا ياخدوا الصوره من على النت من انستجرام ويروح عاملها. طب هو ما عندوش بيزك، ما عندوش اساسيات، فبياخد الوان يركبها. فطبعا لما نيجي ندوق الكلام ده ما فيش يعني. فلازم يتعلم كويس قوي، ما يستعجلش الفلوس كده كده هتجيله. لازم يتاسس كويس، يشوف شيف كويس يشتغل معاه، يشوف حد يعلمه ويستفيد منه بصح، يقرا كتب، يحضر دورات تدريبيه. لازم يبتدي يفكر في مستقبله بشكل احترافي، ويطلع السلم دور اول تاني تالت، ما يطلعش 1-6 عشان ما ينزلش. ما يستعجلش. ما يستعجلش عشان ما ينزلش على نافوخه يعني. والموضوع بياخد وقت اكيد. وعايز مثابره. المطبخ من المهن الصعبه اللي هي بتاخد وقت ووقت طويل، لانها عنصر الخبره فيها بيبقى مهم جدا على ما يطلع للوظيفه اللي بعد كده. اوكي، شكرا يا شيف. شكرا لحضرتك، شكرا ليكي.